مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ عساكم بمليون خير. سويت حلا كاسات اسمه مفروكة الفستق بالكنافة والفستق وكريمة لذيذة، فالطعم روعة ومنظر أروع. إن شاء الله ينال إعجابكم. نصلي على النبي ونبلش. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبت هذا النوع من الكنافة، هذا نوع نوعا ما جافة مو طرية، تنفع جدا لحل الكاسات. خليت كمية من عندها، كسرتها بإيدي وياها الزبدة، قلبتهم سوية لما ياخذون لون أشقر. بديت أضيف عليهم السكر المطحون وهالشكل أنزله حتى السكر يتحمص وياهم ويعطي نكهة كرملة وتحميصة لون كلش حلو. شغلة كلش بسيطة وتقدرون تستحضرون هاي كمية، وش وقت ما تريدون تسوون بيها شغلات حتكون جاهزة عندكم، كلش راح تناسبكم لهواية حلويات. نقلبهن سوا حتى ما ياخذون لون تحميصة حلوة ونكهة جدا راقية، ينفع لهواية حلويات. حمصت عندي الفستق الحلبي، كل ما تحمصوه ويوصل إلى نكهة أقوى وألذ. طحنتهم على دفعات محضرة الطعام، تقدرون تطحنوها ناعم، تطحنوها خشن على راحتكم. الكمية هم على راحتكم، كل ما تكون كمية أكثر كل ما يعطي طعم أطيب. ورا ما شفت الكمية مناسبة بديت أضيف لها لون غذائي. استخدمت لون الأفوكادو حتى ينمزج تمام. ضفت لهم شوية شيرة وفتتتهم بإيدي، داخلت اللون ويا كل ذرات الكنافة والفستق، وصار هذا شكلهن، هذا لونها كلش حلو ويشرح القلب. راح نبلش هسه بخلطة الكريمة. أول شي ضفت نص كوب حليب باودر، ضفت كوب كريم شانتيه باودر، ونص كوب هذا كريم باتيسير جاهز يعني ينخفق مو كاستر. السوائل ضفتها شوية شوية بس، أخذت من عندي 500 غرام علبة قشطة، 200 غرام، وعلبة كريمة سائلة 250 غرام، وخليت نص علبة جبنة فيلادلفيا، والقلت لكم 500 غرام كلها أخذها. القوام اللي مطلوب راح نحصل عليه هذا القوام، شوفوا هالشكل يكون، حتى الكنافة تشرب من الرطوبة وتصير سهلة بالأكل لا تخنق. فهاي الطريقة، لأن إذا تسوون هاي الكريمة كثيفة وثقيلة راح بالأكل ما راح تستسيغوها. فوزعت أول شي طبقة من الكريمة، وبعدين ورا ما كملت شوفوا أطرقهم هالشكل حتى يصير السطح مستوي. راح أضيف خلطة الكنافة المفروكة بالفستق، هذه طبقة من هذه وطبقة من هذه. حتشوفون انتو كل ما تساوون بسهولة، يعني بصراحة جدا سهل ولا تستصعبون شغلها. تقدرون بدل ما تسووها يعني هيك كاسات فردية، تسووها بكاسة كبيرة أو بايركس كبير، بكاسة عميقة، بس منظرها بالطبقات يطلع كلش روعة. وانتو بعد على راحتكم والشي الأسهل عندكم. راح نحتاج طبقة ثانية من خلطة الكريمة. خلطة الكريمة هذه تعتمدوها بهواية حلا كاسات، كلش طعمه طيب وكلش روعة. وبديل الكريم باتيسير يقدرون تخلون مغلف من الباودر اللي يجي مع ويا الكريم كراميل. هذا الخلطة تقدرون تخفقوها بدل كريم باتيسير إذا ما متوفر عندكم. وبعدين وزعنا طبقة ثانية من المفروكة الفستق وزيناها بشوية من ذول البيريز اللذيذات، منظرهم كلش حلو، كمل الألوان، وشوية من الكريمة، انطاها لون وجمال. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة. أتمنى ما تبخلون علي باللايك. اللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يدخل على باقي الفيديوهات يشوف أنواع الفيديوهات اللي أنزلها، إن شاء الله تنال إعجابكم. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، يا ريت تشاركون الوصفات ويا أهلكم ويا أصدقائكم، أكون ممنونة منكم. القناة منكم وبيكم تكبر. وهذا ابني حمود يسلم عليكم، دا يتذوقها وياكم. طبعا كلش خجلان وكلش مستحي، ما دا يعرف شلون ياخذ ويتذوقها. طعمها جدا راقي وجدا روعة، والكل راح ينبهر بنكهتها وجمالها ولذتها. إن شاء الله تعجبكم، وأتمنى من عندكم ما تنسون اللايك. شكرا، مع السلامة.